مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. عسلامة، مرحبا بكم في لمسات ضحضوحة. نتقابلوا في وصفة جديدة يا جماعة. كما قاعدين تشوفوا باش نحضروا مع بعضنا السوفلي. وصفة سهلة سريعة خفيفة وما تتكلفش، على خاطر باش نعمل السوفلي التونسي اللي بالعجتنا التونسية المحرحرة البنينة اللي تهبل. باش نستحقوا كما نشوفوا كمية من الفرينة تقريبا 350 جرام 300 جرام، انتي والعائلة يعني الكبر العائلة اللي عندك. ناخدو خميرة الخبز نحطوها في كاس مع مغرفة سكر وشوية حليب دافي ونخليوها تتفاعل في عقلها. ماكس دقيقتين تلقاها سي بون تفاعلت. البيكربوناتو نحطو شوية على راس المغرفة باش تجينا البات متاعنا هشوشة. ما ننساوش زيد الملح، انا حطيت شوية ملح وكعبة ياغورت طبيعي. والزيت كيما قاعدين تشوفوا باش نستعمل زيت زيتونة اللي تشوفوا فيه في الكاس، تقريبا 3 مغارف زيت. الخميرة متاعنا سي بون تفاعلت امورها واضحة، نزيدوها للخليط متاعنا ونخلطوا المكونات الكل مع بعضها. حاجة سهلة سريعة وما تتكلفش، المكونات متاعها موجودة في كل دار تونسية. ما تتكلف حتى شيء وسريعة، تنجم تركب شقان فترك الشوربة وما نعرف شنو وتعمل البات، والا بالعكس تحضر العجينة متاعك تخليها هي تخمر وتمشي تحضر شقان فترك. نلمو العجينة متاعنا، ما تستحقش زادا لا جهد لا تعب، لمين وكهو. وكيما استانستوا بيا انا ديما نعجن بالحليب الدافي على خاطر يخلي العجينة تجي طرية. تحب تعجن بالماء الدافي كما تحب انت. ونقعدوا نعملوا هكاكا حتى لين تتلم العجينة متاعنا الكل. التكستشر متاعها تجي لا هي يابسة ولا هي طرية تتلصق في اليد. تو نشوفوا مع بعضنا كيفاش. هاو كريتوها نغطي ديجا ما العجينة عجنتهاش، جست بتاعنا لميتها كهو. باش نديرو نغطيها ونخليها ترتاح مدة ونخليها ساعة، ترتاح غير مدة ربع ساعة ساعة ماكس. كاملة. لهنا وفات الساعة متاعنا. العجينة متاعنا خمرت، خرجوا منها اكل الهواء ونعجنوها مليح باش تدخل جست في بعضها، يعني مش عاجنين كأنك تعجن خبز ولا كيما قاعدين تشوفوا فيه بالضبط. انا هذي عملت منها 6 كعبات كبار. تنجم انتي تصغر في الكعبات متاعك وتعملك حتى 12 كعبة. علاش انا عملتهم كبار؟ خاطر ما عادش عندي وقت، زربني الوقت تقريبا 5:30، وانا ما زلت ما دخلتهاش للفور وما زلت نخدم فيها ونصور في الفيديو، دونك ما عادش عندي وقت بالكل. والمغرب يظن من با 7 غير 4 غير ربع، واقل شي زمها 20 دقيقة في الفور. والتحضير هكا يلزمني زادة 20 دقيقة، معناها ما عادش وقت بالكل. هذاك علاش خيرت اني نعمل كعبات كبار يحضروا قبل الاذان بشوية، خير من اني نعمل برشا كعبات صغار يشدوا لي برشا وقت. هاكا هذيك العجة متاعنا التونسية عملتها بسكالوب، وحطيت عليها جبن موتزاريلا، وحطيت رشة معدنوس. معدنوس جست على النكهة هكا وكهو. تحب ما تحطش ما تحطش، حتى جبن زادة تحب ما تحطش ما تحطش. قلت لك الحشو اختياري، تنجم تحط
معرفش أنا عظم مصموطة وجوتة تنجم تحط طن سكالوب اللي تحب عليه انتي. انا السوفلي نعرفه هكا بالعجة، ما نعرفش فيه معناها حاجة اخرى. نعرف باتيه يجي بالعظم مصموطة او الطن. اما كيما نقول لكم ديما في الكوجينة ما فماش هذه تجي وهذه ما تجيش، انتي تحط شنو تحب انتي تاكل وشنو هي الحاجة اللي تحط عليها خواطرك. نكمل نحضر الكعبات الكل بنفس الطريقة. لهنا البات كيما تشوفوا ما حبش تتسكر، علاش خاطر تمست بالفرينة. سهل برشا، نجيبو كاس ماء وندهنو الأطراف بالماء كيما قاعدين تشوفوا في ساعة تسكرن. والفرشيطة نستعمل فيها جوست باش تعطيني منظر مزيان في التسكيرة كهو. نجمو من بعد نستويوها زادة بالسكينة ولا باش يجي المنظر أزين وتحسو هكا مرتوب يعني. حطيت الفور يسخن على 200 درجة، فوقه لوطا يشعل. حضرت الطبق حطيت فيه البابي كويسون، وخديت أصفر عظمة وشوية حليب وندهن بيه الوجه متاع السفلي متاعنا باش يجي لونه أحمر مزيان. يقعد في الفور حكاية 20 دقيقة ماكس 25 دقيقة ويبدأ حاضر. نجم زادا كان عندك صحات الخبز تينوج ولا حاجة تزينه من فوق. ولا هنا كيما قاعدين تشوفوا حضر السفلي متاعنا. ريحته تفحفح بدينا على الاخر. طايب في حقه. البات طرية تهبل. هذه كانت وصفتنا لليوم، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. ما تنسيوش تعملوا بارتاج.